السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعين الأعزاء في حلقة جديدة ومعلومة جديدة. بتمنى لكم دايما الاستفادة بعد كل حلقة من حلقات العلم والإيمان. في وحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الهجرة اللي هي migration. بس يا ريت قبل ما نبدأ في الحلقة ما تنساش تضغط زر اللايك، كومنت، شير، سبسكرايب، تفعل زر الجرس، تشير هنا وتنشر هنا، قول لاصحابك، بهدل الدنيا. انا بقول لك اهو، ما تسيبش الفيديو الا ما تكون نشره في كل حتة. انا ما بقولش كلمة عيب ولا كلمة غلط، دي كلها معلومات، محتوى عائلي، تقدر تقعد انت واخواتك وامك وابوك وكله تقعدوا تتفرجوا على الحلقة دي. مهم. وطبعا وطبعا الهجرة بتعرف على أنها هي الحركة الاعتيادية للحيوانات إلى أماكن جديدة، ومن ثم تعود منها، وتكون في أوقات محددة من السنة. لذلك التحركات دي بتكون تحركات فصلية. وطبعا أسباب التحركات والتنقلات ديت للحيوانات أو الطيور أو الأسماك، يا إما بتكون بالنسبة يا إما لتغيرات في الطقس، أو يا إما بيبحث عن الغذاء، أو يا إما لحفظ العدد أو النوع. فعلى سبيل المثال القطب الشمالي بيكون أكثر صيفا في حزيران يونيو من شهر كانون الثاني يناير، اللي بيصبح فيه أكثر برودة والرياح تكون باردة قارصة، ويترتب على برودة المناخ بتنقص فيه الأعشاب الطرية اللي الحيوانات بتتغذى عليها، والمواد الغذائية اللازمة بالنسبة للحيوانات العاشبة واللاحمة على حد سواء. والطيور بتتغلب على هذه الظاهرة بالهجرة إلى الجنوب، حيث يكون الجو أكثر دفء خلال شتاء القطب الشمالي، وبترجع تاني لما تتحسن الظروف ويدوب التلج وتستأنف الحشرات والنباتات والحيوانات حياتها من أول وجديد. يعني الطيور بتروح عشان خاطر تحسن ظروف معيشتها. يعني مثلا الطير ده بيحب يقعد في الصيف، فبيهاجر لمكان تاني بيكون فيه صيف لأنه ما بيستحملش الشتاء، وبيرجع ليه تاني لما الظروف تتحسن. اهو ده هي دي الحكايه باختصار يعني. وبما ان لما الطيور دي والحيوانات، اغلب الحيوانات بتهاجر، بقى في قله من الحيوانات دوت، مش معناه ان هم ما بيهاجروش، لا، ده هم بيهاجروا لحفظ النوع، لان في فتره من فترات من حياتهم بيحتاجوا يروحوا لمكان تاني عشان خاطر يتكاثروا وعشان خاطر عددهم يستمر ويزداد، فده بيدفعهم للهجره نحو الشمال. ونحو الشمال، وهنضرب بعض الامثال لبعض الحيوانات المهاجره. رقم واحد واشهر مهاجر في مملكه الحيوانات اللي هو ايه؟ الطيور. من اشهر المهاجرين في مملكه الحيوانات، حيث بتمكنها قدرتها على الطيران ان هي تقطع مسافات كبيره وبدون اي عوائق، سواء بقى كانت بحار او محيطات او سهول او جبال او ايا يكن، هو كده كده بيطير بيعدي الحاجات دي كلها. فمثلا في طائر كده بيسمى خرشنة القطب الشمالي، او باللغة الانجليزية اللي هو اركتيك تيرن او ستيرنا باراديسيا. تتكاثر في أقصى شمال أوروبا وآسيا وأمريكا، وبتظهر في الخريف إلى أقصى أطراف إلى أقصى وتطير في الخريف إلى أقصى أطراف الجنوب من أفريقيا وأمريكا وأستراليا، وبتمكث هناك حتى شباط فبراير أو آذار مارس، ثم تعود مرة أخرى إلى أرض تكاثرها في الشمال. وبتبلغ المسافة اللي بتسافرها دي كلها في رحلتها الطويلة ديت 35,500 كيلو متر في السنة الواحدة. أو أنت دلوقتي عرفت يعني إيه هجرة والطيور بتهاجر إزاي. بعد كده تاني مهاجر من الحيوانات المهاجرة اسمه ايه؟ الأسماك. الأسماك تأتي في المرتبة الثانية بعد الطيور مباشرة بالنسبة للهجرة، فهي بتقضي أغلب أوقاتها في التنقل من مكان لآخر، بس دوت بيتعلق إما بالغذاء أو مجرد الانجراف مع التيار. لذلك لذلك الأسماك ليست مهاجر حقيقي. ليه الأسماك ليست مهاجر حقيقي؟ لأن هجرتها مش بمعنى مش هي الهجرة بمعناها الواسع، ان انا مثلا بنقل عشان خاطر ظروف حياتي تتحسن شوية وارجع تاني، زي الهجرة الموسمية اللي بتعملها الطيور، وزي طائر اللي هو ستيرنا باراديسيا اللي هو بيسافر المسافات دي كلها عشان الظروف البيئية المتغيرة ديت. لا، ده هي الهجرة بتاعتها مش منتظمة ومش متكررة، وبترتبط بفترات معينة
او مراحل معينة من حياتها عشان خاطر كده بتهاجر. مثلا اذا ابسط مثال حفظ النوع، ان هي بتهاجر عشان خاطر حفظ النوع وبس. فابسط مثال على الهجرة ديت هو هجرة سمك السلمون. سمك السلمون دوت معروف كويس جدا في اوروبا وفي امريكا الشمالية، عشان سمك السلمون دوت بيبقى ليه اهمية غذائية كبيرة للانسان وللحيوان. فالدببة بتتغذى على سمك السلمون والانسان بيتغذى عليه برضه. فسمكة السلمون البالغة بتعيش في البحار، بعد كده بتذهب إلى الأماكن، إلى المياه العذبة في الأنهار عشان تتكاثر. وفي الرحلة وفي رحلتها ديت في رحلتها ديت برحلة جبارة عشان خاطر توصل اللي هو منبح، اللي هو المكان اللي اتولدت فيه، وتسحق وتطلع ضد التيار، وبتحاول تتخطى عقبات كبيرة زي الشلالات الصغيرة اللي هي من 3 ل 4 متر، بتحاول تقفز من فوقيها وبتسبح ضد التيار لحد ما توصل للمكان اللي هتتكاثر فيه. ولا بعد كده، بعد ما تتكاثر بتحط بيوضها، وبعد كده البيض بيفقس، وسمك السلمون الصغير بينجرف مع التيار ناحية البحر من أول وجديد تاني، وبيتفرق في كل حاجة. ونفس الدورة دي بتتعاد تاني لما السمك السلمون ده الصغير ده يكبر ويبلغ من أول وجديد تاني، بيرجع لنفس المكان اللي هو أحد أفرع النهر اللي فيه المية العذبة اللي طلع منه. بعد كده رقم 3 اللي هي الثدييات. الثدييات برضو ليها هجرة، بس الهجرة بتاعتها ما بتبقاش على مسافات كبيرة جدا زي الطيور والأسماك، لأنها محدودة بالنطاق اللي هي فيه. يعني لأن الثدييات لا تعيش إلا على يابس، فالهجرة بتاعتها بتبقى محصورة في اليابسة ديت، وفي شوية الوديان والجبال، وفي الحتة اللي هي بتهاجر فيها. فابسط مثال على الهجره ديت اللي هي هجره الحمار الوحشي اللي احنا بنشوفه في افريقيا، وهجره الفيله، وهجره غزال تومسون. غزال تومسون ده هوريكم الصوره بتاعته عشان خاطر ايه ما تستغربوش من الاسم. فبيهاجروا في خلال السهول الغباريه عشان خاطر يحصلوا على النباتات الطريه اللي هم بيتغذوا عليها في فصل الجفاف. وبكده نبقى نهينا حلقة الهجرة، واتمنى انك تكون استفدت من الحلقة ديت وتكون خفيفة على قلوبكم. واتمنى لو انت استفدت بالفعل من الحلقة ديت، لايك، كومنت، شير، سبسكرايب، فعل زر الجرس، انشر هنا وشير هنا، خلي المعلومة تنتشر لكل الناس، خلي الكل يستفيد، والدال على الخير كفاعله.